واش الخوت نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا التصريحات ديال رونالدو وغنوقفوا عليها خفا زربان ونشوفوا راها جديد لاعبي المنتخب الوطني المغربي وابرز الاحداث. ارغموا على الخروج وماشي غير تنهاغ وانما جوج او ثلاثه من النادي، ماشي غير هذا العام وانما منذ السنه الماضيه، وشعر بالخيانه ما تمش احترام بنته. ملي مشى السير اليكس فيرغسون ما كاين حتى شي تطور، حتى حاجه ما تبدلات، لا معدات تقنيه لا قاعه الرياضه الى كيفاش فريق بحجم مانشستر يونايتد يعين رالف رانغنيك واللي هو ماشي حتى مدير رياضي وماشي مدرب، وانتقادات لادغه للاداره على روني انه كيغير منه حيت هو اعتزل ورونالدو باقي كينافس في المستوى العالي والخ الخ الخ. كان هذا مقتطف من مقتطف ديال انترفيو مازال ما تلاحش لرونالدو. مانشستر يونايتد هذا الصباح خرجوا بين انهم مركزين وكيحضروا للجزء الثاني من الموسم اللي غيكون من بعد كاس العالم، وما غياخذوا حتى شي قرار حتى تبان حقائق اخرى. رونالدو في بدايه الصيف ما كانش كيقول هذا الشيء، كان كيقول انه عاجبو تنهاغ ومتحمس للخدمه معاه وعاجبو الحال في المانيو. الان تغيرت الهضره وحنا دابا ما غاديش نعلقوا لان القصه مازال مطوله وفيها بزاف ديال الاحداث. بدات مني جا تنهاغ البارح رونالدو كيقصف كيقول انا ما كنحترموش وهو كاع ما كيحترمني على المدرب، والمدرب في الندوه لمح انه ما بغاش يلعب الماتش ديال فولار. هضرنا البارح على الدور وعدم تهنئته لبنزيما وتعمقنا فيها شويه فلسفيا. دابا ما غنزربوش وغنتسناو لان القصه مازال مطوله. التصريحات اللي خرجت غير جزء من الانترفيو اللي فيه 90 دقيقه وغيتلاح هذا الاسبوع نهار الاربعاء والخميس. شوف واش غيلوحوا النص الاربعاء والنص الخميس ولا شنو غيدير. والاكيد انه مازال غادا تكون ردود من جهه اليونايتد. سو خلي ابوني واكتيف النوتيفيكاسيون باش تحفزنا اننا نبقاو متبعين فيها وفين ما كان شي جديد غنلوحوا لكم. الان من الواضح ان العلاقه بين دون والمان انتهت من بعد هذه التصريحات. واش رونالدو لقى اصلا فريق وهذا الشيء غير تمهيد لخروجه لشي فريق كيلعب في الشامبيونز ليغ؟ وهذا الامر وارد، رونالدو يدير اي حاجه باش يبقى في المستوى العالي. العرض اللي جا في الصيف من السعوديه على حساب فابريزيو رومانو كان اعلى راتب يقدر يشدو شي لاعب. المهم غيبان البلان، واخا انا حاس بهذا الشيء اللي كاين ولا كان غيخرج في افضل خيار بالنسبه ليا، والتوقع ديالي هو غيخرج للدوري الايطالي، نابولي انتر ولا الميلان. الحماق اللي مشى لنابولي. المهم قولوا لي نتوما شنو الوجهه اللي كتبان لكم مناسبه ليه وفين كتوقعوا انه يمشي. وفي ابرز الاحداث على حساب موقع البطوله، فالفحص اللي خضع ليه ابو خلال في فرنسا كشف على ان الاصابه ديالته غتغيبوا ل 15 يوم، يعني في الغالب خارج المونديال، في انتظار نتائج فحوصات اللي غيخضع ليها تحت الطاقم الطبي للمنتخب. وبخصوص معوض امين حارس خرجوا بزاف ديال الاسماء كلها كيرغب الغاب. بالنسبه لخبر ابراهيم دياز اللي خرج من عند راديو مارس يبدو غير منطقي، لكن ننتظر لا كان بصح راه ترفع القبعه ولا ما كانش. المهم ما سبقوش احداث. اما اكسل ديساسي اللي تسبب في اصابه امين حارس عبر عن تاسفه وتشجيعه الحارس وقال انه ما كانش كيقصد ومشى الكره، وانزعج من الحمله اللي وصلته من السب والشتم والعنصريه ووصفها بتصرفات غير مقبوله وما كدارش في 2022. كيف هضرنا فيها الصباح الدراري فداك الشيء غير كيطيح بالسمعه ديالنا، كيعكس عليك صوره خايبه ديال قله التربيه والجهل وما عندكش حتى ثقافه كرويه. لان بصح اللقطه كانت عاديه، اللعاب مشى الكره وما قصدش كاع حارس، وراه اللقطه ما كانش فيها حتى شي خطا، ما حكم ما صفرش خطا وعاديه جدا وكتوقع في الكره. بلال الخنوس صرح ان روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي استدعاه واللاعب رفض، وقرار اختيار المغرب لا رجعه فيه وهو فخور حيت دار هذاك الشيء على قبل جدوده. مدافع نادي جاد البلجيكي نكادو ما لقاش راسو في لائحه المنتخب الكاميروني. الوكيل الامل ديالو وبلا ما نقول لكم سميتو ما غتعرفوش، وحتى الا قلتها لكم ما غتبقاوش عاقلين عليها حيت ما عندكم ما ديروا بها اصلا. ما علينا. قال بان ريغوبير سونغ المدرب ديال المنتخب الكاميروني غادو ميا في ايد صامويل ايتو، وهذا الاخير هو اللي كيحط التشكيله وكل شيء عارفها. وهذا الشيء اللي قال صراحه فاش كتشوف كيفاش كيتعامل ايتو قوه شخصيته، المهم ما نقولوا كاينه ما نقولوا ما كايناش الله اعلم، ولكن خليها هنا. تقدر تجيب الوقت وتخرج شي حاجه اخرى وتربط الاحداث. هذه الكره كيكون فيها التسلسل ديال الاحداث. هذا ما كان الدراري في هذا الفيديو. خفيف ظريف. قبل ما تمشي ما تنساش تخلي لايك سبسكرايب ما كنتيش دايرها. كتب لي اقتراحاتك على المحتوى اللي تحب تشوفه وتهلا ليا في راسك. شوف الفيديو الجاي.